السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى محمد، قناه خاصه لتزيين التورت والجاتوهات والمخبوزات والحلويات وشغل الاونلاين. لو لسه بتشوفي قناتي لاول مره يشرفني انضمامك في القناه وتشتركي فيها وتفعلي الجرس التنبيهات على الكل عشان خاطر يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده اول باول ان شاء الله. اول حاجه احنا هنخش على طول على تزيين التورته عشان خاطر ما الفيديو ما يطولش معانا. طريقه الاسبونج هتلاقوها على القناه يا بنات، فيديوهات كتير جدا طريقه عمل الاسبونج بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا بالدقيق العادي وباربع بيضات بطريقه اقتصاديه تكفي 15 ل 16 فرد. التورته دي كبيره مقاس 26 زي ما احنا شايفين كده. انا عملتها باربع بيضات. ببتدي احط اول ديسك كده، بس لازم نثبته بالكريمه عشان خاطر ما يوقعش من على البورد. وبعد كده بس ايه السبونج بتاعنا بشربات حلويات خفيف. بعمله ازاي؟ بعمل نص كوبايه من السكر قصادها كوبايه من الميه ونص عصره ليمونه، بسيبهم على النار يغلوا بس لمده 5 دقائق. هو بيكون شربات خفيف ومسكر كده، بنسقي بيه بس السبونج. طبعًا باسيبه يبرد تمامًا، وبعد كده باكون مجهّزاه من قبل ما باشتغل في الإسبونج وقبل ما أعمل التورتة عمومًا يعني. وساعات باعمل كمية كيلو سكر مثلًا، باحط عليه 2 كيلو مَيّة، بما إن أنا باشتغل في شغل أونلاين فباحتاجه كتير، فباحطه في التلاجة عشان ما يفسدش ويبوظ مننا. خلاص؟ لو أنتِ لسه هتعملي بس تورتاية على قدِّك، حطي نُص كوباية من السكر قصادها كوباية من المَيّة، ويمكن أقل كمان. لو هتحتاجي ربع كوباية من السكر عليها نُص كوباية من المَيّة. خلاص؟ بابتدي أحط كده الإسبونشات والكريمة. عايزة تطعّمي الكريمة بتاعتِك أو تطعّمي التورتة بتاعتِك، ممكن تحطي في النُص جناش شوكولاتة اللي هو صوص شوكولاتة، ممكن تحطي صوص كراميل، فراولة، اللي أنتِ عايزاه. ده بتجيبيه منين؟ بتجيبيه من عند محلات العطارة أو محلات مستلزمات الحلواني من أول 5 جنيه. خلاص؟ طريقة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا يا بنات أهوّة. بابتدي إن أنا أجلِّس التورتاية. عايزة أقول لكم إن مقدار الكريمة الصح عشان تعملي بيها أي تورتة، كوباية الكريمة قصادها كوباية من المَيّة المتلجة ونُص كوباية من السكر. بتضربوهم على أعلى سرعة عندِك في المضرب الكهربائي أو العجان، وطبعًا العجان بيكون أفضل لإن بيرمي معاكِ كمية حلوة أوي عكس المضرب. خلاص؟ بابتدي أجلِّس التورتة كده داير ما يدور، وبابتدي إن أنا ألِف بالكريمة حواليها كده، ولو لقيت حتة من الإسبونج باينة باحط عليها شوية من الكريمة، وبرضه بالِف عليها بالسكريبر المشرشر اللي في إيدي ده. خلاص؟ شايفين أنا باحط كريمة على الحتت اللي باينة إزاي من التورتة. بابتدي ألِف تاني بحيث إن هي ما تبانش. خلاص؟ ولو لقيتِ حتة كريمة، حتة تورتة سبونج بارزة أوي ومش عارفة تعالجيها بالكريمة، ممكن تقطعيها بطرف سكينة تكون حامية كده، وابدئي جلّسي هتلاقيها اختفت معاكِ، وبقت تلاقي الدايرة بتاعة التورتة بقت حلوة معاكِ خالص، تكون مرسومة كده. بابتدي بس كده باجيب الspatula وباسحب من برّه لجوّه خفيف خالص، ما باضغطش كتير عشان خاطر ما ابوّظش الكريمة وابوّظ التورتة بتاعتي يا بنات. وبابتدي إن أنا أمسح البورد من تحت كده. أنا عايزة أقول لكم إن البورد ده أو القواعد التورتة الكرتون دي وحشة جدًا في التعامل. يا إما تحط عليها بقى إيه، كيس تلاجة مفتوح كده قبل ما تشتغلي عشان خاطر بتتلحوس مننا بسرعة لإنها كرتون. فلو نزل عليها شوية سيرب ونزل عليها شوية كريمة تلاقيها متلحوسة بسرعة معاكِ. خلاص؟ بابتدي بس كده إن أنا أحزّم التورتة من تحت، باعمل لها سور من تحت كده بالكريمة، بيدّي شكل حلو جدًا وبيدّي وسع للكريمة أو حجم أكبر للتورتة بتاعتنا. خلاص؟ بابتدي بقى أقسم التورتاية بتاعتي دي نُص شوكولاتة ونُص صوص مانجا، زي ما إحنا شايفين. برضه الصوصات دي يا بنات بتتجاب بالكيلو، بتتجاب بربع كيلو، بالنُص كيلو، زي ما أنتِ عايزة. من عند مين؟ من عند محلات العطارة أو محلات مستلزمات الحلواني. تقول له مثلًا أنا عايزة ده اسمه صوص مانجا، في ناس بتسميه جيلو، اسمه جيلو أو صوص اللي بنزين بيه التورت يا ولاد. خلاص؟ طريقة سهلة خالص أهو. بابتدي إن أنا بس كده باسحب بالسباتيولا. أنا عايزة أقول لكم قبل ما أحط عليها صوص المانجا إن أنا دخلتها في الفريزر قعدت معايا ساعة. ما ينفعش تكون الكريمة سايحة معاكِ وشغالة لسه بيها وتقومي جاية حاطة عليها فوقيها الصوص، هتلاقي الكريمة اتلخبطت مع الصوص والدنيا باظت معاكِ. لازم التورتاية بتاعتِك تكون متلجة أو متسقعة جامد أوي. وفي الحر اللي إحنا فيه ده التلاجة ما بتعملش أي حاجة، برودة التلاجة ما بتعملش أي حاجة خالص مع التورت. لازم تدخليها في الفريزر. أنا مخصصة درج في الفريزر كده للشغل بتاعي، وفريزر التلاجة باحط فيهم الاتنين، سواء هتعملي كبّات، هتعملي تورت صغيرة، تورت كبيرة، جاتوه، اللي أنتِ عايزاه. برضه عندي على القناة يا بنات للناس اللي لسه بتشوفني لأول مرة، عندي دستة جاتوه بتعمليها 12 قطعة من 3 بيضات، أحلى تورتة تعمليها من 3 بيضات. حاجات جميلة جدًا، 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 والله مش باشكّر في حاجتي، بس فعلًا خشوا اتفرّجوا على الفيديوهات هتستفادوا منها كتير إن شاء الله، والقناة هتعجبكم بإذن الله. أنا حطيت هنا جناش شوكولاتة. عملته إزاي؟ أنا جبت مكعب كده من الشوكولاتة يعني بمقدار 100 جرام، وحطيت عليه ربع كوباية من المَيّة، مَيّة عادية من الحنفية، وباحط معلقة من الزيت وحطاهم في حلة صغيرة كده على النار، على نار هادية خالص يا بنات. بابتدي أدوب الشوكولاتة بالمعلقة خالص بالراحة كده مع المَيّة ومعلقة الزيت، وبعد كده باسيبها تبرد تمامًا، وباحطها على التورتة من فوق زي ما إحنا شايفين كده. لقيتيه مسك معاكِ أوي، ممكن تدفّيه على النار، يعني تحطي الحلة تاني بتاعة الشوكولاتة كده على النار، دقيقة أو أقل من الدقيقة الشوكولاتة تسيح معاكِ، وبعد كده تحطيها على التورتة. عايزة أقول لِك اوعي تحطي جناش سخن على التورتة حتى لو هي متلجة، هتلاقي برضه الكريمة ساحت معاكِ.
لازم تحطي الحاجة تكون دافية خالص زي دم العين كده، بحيث إن هي تتفرد معاكِ بسهولة على التورتة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا كتبت هنا زياد وإياد ببارات الشوكولاتة بالشوكولاتة الخام، وكمان حطيت الحروف ديّة في لا إله إلا الله في دست دهبي، ادّتنا المنظر الجميل الحلو اللي إحنا شايفينه ده. وده صوص مانجا كده عملت منه قلوب، وبعد كده بابتدي إن أنا إيه، أدّي له سحبة كده بخلة الأسنان بحيث إن هو يدّينا شكل السهم كده أو شكل إيه، حلو كده. طريقة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا يا بنات. التورتاية دي زي ما قُلت لكم كده بتقضّي 15 ل17 فرد. طريقة سهلة وبسيطة. هتخشوا على القناة هتلاقي كورس كامل لتزيين التورت والجاتوهات والمخبوزات والحلويات، وحاطط كريسبات بقى وشوية كريسب صغير ومالديزر كبير اللي إحنا شايفينه الأبيض ده. طريقة سهلة وبسيطة. واللي أنا حطيتها الشوكولاتاية المدورة ديّة شوكولاتة ترانسفير بيبقى شكل معيّن مثلًا لونه برتقاني، وردة، أي بتاع، باحط فيها شوية شوكولاتة خام متسيحين كده، وبادخّلها التلاجة بتدّيكِ الشكل اللي أنتِ شارياه. خلاص. ولو ما فيش اللي هي اوراق الترانسفير، كفايه التزيين انت هتزينيه شويه كريمه من فوق، شويه بسكوتات، شويه اوريو، اي حاجه، شويه فاكهه بتاع، هتلاقي التورته معاكي زي العسل، حلوه جدا. اعمليها لاولادك في عيد ميلاد، في مناسبه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.